بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. يا اهلا وسهلا، الف اهلا، 300 اهلا، 300 سهلا. اتفضلوا اتفضلوا. هنتكلم النهاردة عن 4 نقط كده سريعا. أول حاجة موضوع خوان بزيرة، إن هو اختاروه في جائزة ذا بيست إن هو أفضل محترف. ده حاجة غريبة طبعا. وموضوع رمضان صبحي، النهاردة الجلسة بتاعت رمضان صبحي. وهنتكلم برضو عن قراية فتحة حسام في المنتخب مع تدريب المنتخب. وهنتكلم آخر حاجة عن تشكيل النادي الأهلي النهاردة. أول نقطة، في كارثة حاصلة إن هم اختاروا خوان بزيرة إن هو أحسن محترف في مصر. ايه يا جدع انت الكلام الباسخ اللي بتقوله ده؟ ازاي ده؟ هو اصلا لعب مع الزمالك 3 شهور، لعب 10 مباريات، جاب هدف واحد وعمل 2 اسيست. انت متخيل؟ في 10 مباريات جاب هدف وعمل 2 اسيست. ده احسن محترف بأمارة ايه؟ فين التأثير بتاعه؟ فين؟ يا عم انا مش هقول لك انا وسام ابو علي في 2025 وكذا وارقام، لا، خليك من وسام. طب فيستون مايلي مع بيراميدز اللي عامل اداء مرعب، ما عليك من فيستون مايلي مثلا. الشيبي، طيب بلاش الشيبي، بلاش الشيبي. الكارتي مع بيراميدز، مع ناس بتلعب في بيراميدز وعامله برضه ارقام. مش معنى انتوا اخوان بزيرة يعني. واحد مش عارف بيختاروا بناء على ايه يعني. واحد لعب 10 مباريات جاب هدف وعمل 2 اسيست، بأمارة ايه؟ بأحسن محترف في مصر. حاجة جديدة جدا يعني، بصراحة حاجة مختلفة. ما علينا. نحن نختلف عن الآخرين خالص. رمضان صبحي النهاردة كان في جلسة، تمام، ودخل القفص. بص، في يعني معسكرين او في اتجاهين. في ناس اول حاجة صعبان عليها رمضان صبحي، وبيقول لك هو شوف بقى لو كان فضل في الاهلي هرد لك عليهم. وناس تانية والعياذ بالله شمتانة في رمضان صبحي. بص، انا واحد من الناس، لنا بصراحة يعني مثلا ان هو هقول لك انه الاهلي لو كان فضل في الاهلي كان الوضع اختلف. والكلام اللي بيتقال ده اللي بتتباع دي، لا، انا مش معاك في دي نهائيا. بدليل ان كان في لعيبة كتير جدا في الاهلي كانوا عاملين مصايب وقصص كده كتير وانت عارفها يعني. في لعيبه كتير لها قصص في الاهلي كلنا عارفينها. مشاكل كتير جدا كانت حاصله، صالح جمعه وابراهيم سعيد، تمام، واحمد السيد، ولاعيبه كتير جدا غيرهم كانوا برضو عاملين مشاكل، تمام. يعني انا ما بقولكش ان انت هو لو كان فضل في الاهلي كان الوضع اختلف. ده بيبقى سلوك شخص، هو نفسه اسلوبه كده معايا. واللي حواليه، اللي حواليه ما فيش حد بيساعده، او في حد مثلا بيدله على الصح اللي يعمله او الكلام من ده. فانت لازم البني ادم يبقى سلوكه هو نفسه من نفسه، يحاول يعمل حاجات كويسة، يعمل الصح، والناس اللي حواليه تنصحه. لو ما لقاش حد من اللي حواليه بينصحه بيحصل له مشاكل وكوارث زي اللي حصل رمضان صبحي ده. يعني عشان تبقى فاهم الموضوع ملوش علاقة ان هو لو كان في الاهلي كان بقى كذا، وعشان هو مشي من الاهلي لعنة الاهلي ومش عارف ايه وما لاقيش حد مش عارف كذا والكلام الفاضي ده. انا الكلام ده انا ما ببيعهوش لحد ولا انا بشتريه ولا بقتنع بيه حتى. مفيش الكلام ده اصلا. هو لعيبه كتير جدا حتى لما كانت بتلعب في الاهلي كانت مشاكل الدنيا والاخره، ومشيت من الاهلي بمشاكل كبيره. فهي الموضوع ملوش علاقه كان في الاهلي او بره الاهلي، هو سلوك الشخص والناس اللي حواليه. بس الناس اللي حواليه، البيئه اللي موجوده حواليه ايا كان بقى، اللي هو قرايبه ومش عارف ايه الكلام من ده، اصحابه، هي البيئه دي هي اللي بتتحكم وبتحكم في سلوك البني ادم. دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه، في ناس والعياذ بالله شمتانه وبقول لك شفته عشان كذا واحسن. لا، الكلام ده طبعا مش صح. يعني ما تفرحش بمصيبه حد فربنا يبتليك. يعني هو النهارده رمضان صبحي دخل القفص، تمام، والجلسه اخد التاجيل. لسه ما حدش عارف التاجيل لغايه امتى، بس هو اتاجلت الجلسه. دخل القفص النهارده. يعني انت شفت منين لفين؟ فانت موضوع الشماته مش مطروح، ولا حد ينفع يشمت في حاجه زي كده.
يعني دي حاجه صعبه جدا، وربنا ما يوري حد الابتلاءات والحاجات اللي بتحصل وكذا وكلام من ده، وموضوع المنشطات والقصص اللي هو واقع فيها، المشاكل والتربات دي كلها. دي بتوريك ان هي عقليه اللاعب نفسه والبيئه والناس اللي حواليه اللي بتفكر له. ما هي دي مشكله. ما هو اصلا رمضان بص، اللاعب هو مش واحد بس. يعني محمد صلاح ده مش لاعب، مش واحد بس، لا ده في ناس حواليه بتفكر له، وفي وكيل ومعاه الناس دي بتفكر له نعمل كذا وما نعملش كذا ومش عارف ايه، والدنيا الناس بتظبط سلوكه من الناس اللي حواليه. فانت ما ينفعش تبقى انت نجم ويبقى اللي حواليك بيشدك لتحت بدل ما يرفعك لفوق. ومش لاعب الكوره بس، اي حد بصفه عامه لازم يختار الناس اللي تكون حواليه. تمام، هي الفكره هنا، النقطه هنا. وطبعا يعني انا بقول للناس اللي بتشمت دي ما ينفعش، ده موضوع الشماته في الحاجات اللي زي كده انت ممكن ربنا يبتليك. اللهم لا شماته في اي حد يعني، وربنا يخرجه منها على خير، وربنا يهدي الجميع يعني. تمام. بس الملاحظ هنا في الموضوع ان بيراميدز بعد شويه وشايل ايده من القصه دي، عشان تبقى انت برضه عارف وموجود في الصوره. حسام حسن وكوارث المنتخب. يعني احنا داخلين على افريقيا، وانا بقول لك من هنا اهو النتائج في افريقيا اتوقع ان هي تكون يعني سيئه او مش احسن حاجه. ليه؟ بص، مؤشرات. حسام حسن بايع اللعيبه، تمام، واللعيبه بايعين حسام حسن، ده رقم واحد. يعني المشكله الكبيره ان هنا في ايه؟ في بيع، ده بايع ده وده بايع ده. يعني هو بايع لعيبته ولعيبته في نفس الوقت بايعاه. تمام، فدي واضحه ومش محتاجه كلام. محمد صلاح برضو بايع حسام حسن، انت عارف برضو. ومحمد صلاح ماسك الليله في المنتخب، دي معلومه تبقى انت عارفها بالنسبه للعيبه يعني. ماشي. ومشاكل بقى مع الشناوي غير صلاح مثلا، ومع اللعيبه الكبار وكذا. فانا شايف ان حسام حسن مع المنتخب النتائج في افريقيا مش هتبقى احسن حاجه يعني، وبنسبه كبيره يا خرجنا من الدور الاول مثلا، يا اما حتى لو كملنا مش هندخل حتى مربع ذهبي اتوقع يعني. ايه يا جدع انت الكلام الباسخ اللي بتقوله ده؟ والنقطه الثانيه، الوزير واتحاد الكوره قدام الناس، احنا مع حسام واحنا ساندينه واحنا كذا، والرجاله بتاعتهم في نفس الوقت بتخبط فيه، فمتباع من اتحاد الكوره. حسام حسن متباع، واكبر دليل على كده مفيش تنسيق اصلا بين حسام حسن وحلمي طولان. يعني اصلا انت بتتكلم من الناس بتختار لعيبه المنتخبات، المنتخب الاول اللي هو هيشارك في افريقيا، والمنتخب الثاني اللي هيشارك في كاس العرب، الاثنين مفيش بينهم تنسيق. يعني من ضمن الفشل الذريع اللي موجود في الكرة المصرية برعاية اتحاد ابو ريدة، اتحاد الكورة. يا سامي لا تعرف بارد من حامي. ده الفشل الذريع اللي موجود عندنا، مفيش تنسيق، مفيش تنظيم، مفيش. فده كل سنة وانت طيب في المنتخب الاول. واتوقع برضو المنتخب الثاني برضو نفس القصة. خلاص يا فاشل. فاشل يا فاشل. بلاش يا فندم الكلام ده. بتعصبك يا فاشل. بتعصبك يا فاشل يا فاشل يا فاشل يا فاشل. الله في ايه يا فندم؟ يا فاشل. بيراميدز مش راضي يدي لعيبه للمنتخب الثاني، تمام، وودى الكارتي، ودي الكارتي راح منتخب المغرب الرديف. تمام. يعني انت بقى بتتكلم في ايه هنا؟ انت دلوقتي بعت الكارتي على المنتخب الثاني وما رضيتش تدي لعيبه لمنتخب مصر. ايه ده؟ هو انت فريق مصري؟ يا عم ما عليك، انت فريق مصري ومش فريق مصري. تخيل انت لو الاهلي اللي في الموقف دوت وما رضيش يدي لعيبه للمنتخب، كان حصل ايه؟ كانت الدنيا قامت وما عادتش. الهبدور والشله بتاعته والعصابه بتوع الاعلام زيزي كان طلعوا وفضحوا الدنيا على الاهلي وقلبوا الدنيا، وشوف ونادي كذا ومش عارف ايه والكلام من ده. فانا بوريك ان هو الناس بتكيل بمكيالين مع الاهلي، ما انت فاهمها برضو وعارفها كويس جدا. فانا بقول لك ان مفيش تنسيق في المنتخب الاول والمنتخب الثاني، مفيش تنسيق بينهم، واتحاد الكوره فيه عزبه والدنيا خرابه في اتحاد الكوره. تمام. تعال بقى لتشكيل الاهلي النهارده في مباراه شبيبه القبائل، المباراه الصعبه، الانطلاقه الاولى اللي هي الصعبه. طبعا مبدئيا كده الاهلي النهارده في تشكيل معين مجبر عليه، وعشان تبقى انت فاهم وعارف كميه الاصابات في الاهلي كبيره جدا. وتاني نقطه ان الراجل ده ما بيحبش يغير في التشكيل كتير، يعني بيحب التشكيل الثابت اللي هو بيلعب بيه كتير، زي موسيماني كده لما كان بيعمل مع الاهلي. فهو دايما بيبقى لعيبه معينه بيعتمد عليها.
تمام. دي مدرسه، يعني دي مدرسه وليها وجهه نظر يعني. تمام. فالتشكيل المتوقع النهارده في مباراه شبيبه القبائل هيلعب بالشناوي طبعا حارس مرمى. خط الدفاع هيبقى هاني وياسر ابراهيم وياسين مرعي وكوكا. تمام. كوكا بقى انا مش عارف، ما علينا. خط النص هيبقى مروان عطيه، ديانج، بن رمضان. تمام. الهجوم هيبقى بن شرقي وزيزو وطاهر محمد طاهر. طبعا الاهلي وكلنا عارفين وشايفين وفاهمين هو اصلا جراديشار موقوف، والاهلي ما عندوش راس حربه. يعني ما اقدرش اقول لك ان الاهلي عنده راس حربه. الاهلي محتاج راس حربه. الدنيا دلوقتي ماشيه في تفاصيل تخليص ديابيتيه، وانا شايف ان هو لو جاب صفقه ممتازه للاهلي ربنا ييسر الامور ان شاء الله ويوفق الاهلي النهارده. واتمنى الفيديو يكون عجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.